عشان لو فكروا يقربوا من مصر ويعملوا زي ما عملوا مع ايران، خلينا نفكرهم باشهر بطولات للصعايده ضد اجداد نتنياهو. ابطالنا الصعايده ضربوا تل ابيب من جوه وسيطروا على مواقع جوه بلدهم. تبدا الحكايه بعد نكسه 67 وفي عز الهزيمه والجيش المصري بيعاني، البلد اياها استغلت الظرف واعلنت عمليه الاذرع الطويله، وقررت تضرب المره دي مش سيناء، لا الصعيد. وفعلا نفذوا ضربات مباشره على محافظات الصعيد، سوهاج وقنا واسيوط، لغايه ما عبد الناصر استفز وقال كفايه كده، لازم رد حاسم. وكلف وزير الحربيه وقتها الفريق محمد فوزي وقال له رد العمق بالعمق. الفريق فوزي رد على عبد الناصر وقال له هم ضربوا الصعايده فالصعايده هيردوا الضرب، ومفيش غير النقيب الصعيدي علي عثمان، ده اللي لازم يأدبهم جوه بلدهم. وفعلا كلم الفريق فوزي النقيب علي عثمان وقال له البلد اياها ضربت قنا وسوهاج وضربت الصعايده ولازم نرد. النقيب علي عثمان سمع الكلمه ورد وقال له كلمتين بس، امرك يا فندم. فرد عليه الفريق فوزي وقال له عايزين نضرب المدمرتين بيت شافع وبات يمن، لازم نستهدفهم، دول بيستهدفوا سواحلنا. وفورا بدا النقيب علي عثمان المهمه وسافر الاردن واستعان هناك بدليل بدوي يرصد تحركات المدمرتين في البحر. وبعد يومين حط الخطه وتم ارسال فرقه من الضفادع البشريه ومعاهم كل المعدات، حتى الراديو اللي هيستقبلوا بيه كلمه السر. وبدأت المهمة، اتحركت القوارب وانطلقت الفرقة، ولما قربوا من الرصيف والمدمرتين شغلوا الراديو فسمعوا كلمة السر، أغنية بين شطين ومية، وبصوا لبعض الضفادع البشرية. وفجأة الأبطال ضربوا مصانع النحاس شمال إيلات جنب المدمرتين، وكان ده يوم 17 نوفمبر 1969. وساعتها البلد إياها دخلت في ظلام تام لوقت كبير جدا. ورغم نجاح العملية عبد الناصر طمع وما اكتفاش، وكلف أبطال المجموعة 39 قتال بالصقر للصعايدة. الشهيد عصام الدالي كان مكلف بقصف ميناء إيلات ب3 صواريخ، راح هناك مع فرقته ولما شاف جنود البلد اياها ضربهم ب 33 صاروخ. ومن هنا بدأت ضربات الجيش المصري تتكثف جوه العمق في البلد دي، لدرجه ان هم اضطروا يعلنوا وقف عمليه الاذرع الطويله. وده كان انتصار قوي للجيش المصري لان العمليه دي سببت كوارث في الصعيد. يعني مثلا يوم 27 اغسطس 1969 قرروا يضربوا محافظه اسيوط، والخطه بدات. راح عملوا تمويه بحري في البحر الاحمر وبعتوا طيارتين اخترقوا المجال الجوي وضربوا معسكر هناك في اسيوط ب50 قذيفه وهربوا. وبعدها بشهرين لما شافوا النجاح ده قرروا يضربوا سوهاج. وفي يوم 24 اكتوبر 1969 انطلق الطيارتين فيهم قوات مظلات عشان يفجروا محطه كهرباء هناك في جنوب سوهاج. لكن المره دي الطيارتين اتفاجئوا ان الصعايده كانوا مستعدين وطلعوا سلاحهم وضربوا الطيارات بالنار. قاعده البلد دي ما عرفتش تواجه فالطيارين رجعوا، لكن قبل ما يرجعوا تاني عملوا عمليه اكثر اجراما، اسقطوا صندوق متفجرات على شريط سكه حديد مصر اسوان. اتجمع الاهالي وقتها من غير ما يعرفوا وانفجرت ومات وقتها 50 مصري صعيدي. لكن بفضل النقيب علي عثمان وغيره من ابطال مصر الصعايده البلد اياها فهمت الدرس كويس، بلاش تقرب من الصعايده وابطالنا في الجيش المصري. والجيش المصري فضل فخور جدا برجالته وخاصه الصعايده، لدرجه ان في اغسطس 2018 قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكريم اسره البطل الصعيدي ابن سوهاج عطيه صالح محمدين، اللي السادات نفسه وصفه انه بطل استثنائي. وحكايته قالتها بنته اللي قالت ابويا كان قائد فصيله الكتيبه 22 مشاة استطلاع، ويوم 6 اكتوبر 1973 تلقى اوامر بالعبور والاشتباك مع العدو، ونجح هو ومجموعته في السيطره على نقطه استراتيجيه في منطقه جبل المر ورفعوا هناك العلم المصري هناك. بنته بتقول كان في قوه من البلد اياها بتراقب ابوها وجنوده وكان معاهم تسليح تقيل جدا، حين ان ابوها كان معاه بس آلي وهون، فطلبوا دعم جوي. لكن رد ابوها انا معايا ربنا، ورغم اصابته في الاشتباكات فضل يقاتل هو ورجالته لغايه هو ما مات، لكن نجح في تامين الموقع وحقق المهمه وكسب ارض جديده لبلده. في نهايه الحلقه يا ريت نترحم كلنا على ارواح ابطالنا اللي ضحوا بعمرهم عشاننا وعشان البلد دي تفضل مرفوعه الراس. ولو عايزين نكمل سلسله ابطالنا واحكي عن قصص بطولاتهم اكتبوا في التعليقات كلمه واحده كمل. وسؤالي ليكم بعد كل اللي حكيت لكم ده، تفتكروا لو البلد اياها فكرت تقرب من مصر النهارده تفتكروا هيحصل لها ايه؟ شاركونا براكم في التعليقات، ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير، وتابعونا في فيسبوك وقناتنا على يوتيوب وقناتنا على تيك توك.